شيء صعيب أنك تتحمل عواقب غلط أنت ما عندك حتى دخل فيه، ومن صغرك تكون في قفص الاتهام بلا ما تعرف السبب الحقيقي اللي خلى الناس كلها تشوفك كحقل تجارب لهدرتهم المشوكة اللي تلمس مباشرة القلب. السلام عليكم الإخوان، وصحة فطوركم، وكالعادة ما تحرموناش من دعمكم بالاشتراك ولا الإعجاب، لأنه بكم نكملوا المسيرة. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع حكايتنا. أنا سمير وفي عمري 25 عام، شاب كأي شاب، نعيش في حي شعبي، نخرج نخدم على روحي ونحاول نبني حياتي. بصح من صغري وأنا نحس روحي مختلف، ماشي لأني مختلف، بصح لأن الناس ديما تشوفني بنظرة ما تعجبنيش. السر كان واضح كالشمس، أنا تربيت بلا أب، وعشت حياتي نسمع كلام الناس اللي كل مرة يزيدوا فيها حاجة. سمير مسكين ما عندوش باباه، يا لطيف، بصح ما نعرفوش شكون كانت هذه الهضرة تجرح، بصح ما كنتش مبين، ديما ساكت، ديما نحاول ندير كيما لو كان ما سمعت والو. كبرت وانا نحس روحي نعيش مع الوالدة في عالم وحده، كانت تخدم على روحها، مرة تنظف في الديار، مرة تبيع حاجة هنا وهنا. وبالرغم من انه كانت تحبني، بصح كانت عندها نظرة حزن في عينيها، حاجة ما كنتش نقدر نفسرها. وانا صغير، مرة وأنا صغير نلعب قدام الدار، سمعت جارتي الحاجة فطومة تحكي مع واحدة من النسوان. المسكينة ربات وحدها، بصح العار اللي طاح عليها ما خلاهاش تعيش. واش دارت مسكينة؟ باباها كيعرف بالحمل طردها من الدار وما رجعتش من يومها. أنا كنت قريب وسمعت كل شيء، قلبت وجهي وبديت نخمم علاش الوالدة ما عندهاش دار، جدي ما يحبهاش. دخلت للدار بسرعة وسألتها مباشرة، بابا كي كنت صغيرة كان يحبك؟ تفاجأت بالسؤال وقعدت ساكتة شوية، ومن بعد ابتسمت بصعوبة وقالت لي، سمير، مرات الدنيا تكون قاسية معانا، بصح لازم نكونوا قوايا حتى نقدروا نعيشوا ونواجهوا مشاكلنا. ما جاوبتنيش، بصح حسيت باللي في القلب تاعها كاين حكايات كبار، حكايات ما بغاتش تقولهم لي. مع الوقت كبرت ووليت راجل، دخلت نخدم، نعاون الوالدة، ونحاول نبني حياتي بلا ما نخمم في الناس. فهمت باللي الحياة ماشي سهلة، وكل واحد عنده مشكلته، بصح الدنيا تعطي الفرص، وأنا لازم نكون قوي باش نلحق لحلمي. بالخدمة الناس كانوا يشوفوني كيما أي واحد، ما كانوش يسألوا على أصلي، وهذا اللي يعجبني. بصح في الحومة ديما كاين اللي يحب ينبش على الأسرار. حتى في واحد النهار كنت قاعد مع صحابي قدام الدار، جا واحد من الجيران وقال لي، سمير، بصح قلنا شكون كان باباك؟ أنا ضحكت وقلت له، واش بيك، راك حاب تتعرف به؟ ضحك وهو يقول، لا بصح. وقبل ما يكمل الجملة قطعته وانا نقول له، بابا ماشي هو اللي رباني، الوالدة هي اللي كبرتني، ونعرف شكون أنا، والناس اللي تهدر كي نموت غدوة ما راحش يدخلوا معايا للقبر. الجماعة ضحكوا عليه، وانا حسيت بالفخر، حسيت باللي أنا نكبر ونتبدل، وباللي كلام الناس ما يبدل فيا والو. بغيت نمشي بهذه الفكرة وعايش مرتاح، لأنه في الحقيقة كانت تعطيني جرعة نفسية إيجابية. حتى الحق واحد اليوم اللي يبدل حياتي وتفكيري. وأنا راجع للدار شفت الوالدة تتكلم مع راجل ما شفتوش من قبل، وقف يشوف فيا، وأنا حسيت قلبي يدق بسرعة، عينيه كانت كما عينيا. قربت شوية وهو مازال يشوف فيا بعينين حسيت باللي فيهم الندم، وهو يقول لي، سمير، أنت ولدي. أنا تجمدت في بلاصتي، حسيت بالدم يغلي في عروقي. قلت له، أنا ولدك؟ وين كنت كي كنت صغير؟ وين كنت كي كنت نبكي ونخمم علاش الناس تهدر عليا؟ وهو جاوبني، ما كنتش نقدر. هذيك اللحظة جاوبته بغضب، وأنا نقول له، لا كنت تقدر، بصح فضلت تهرب كل جبان. الوالدة تكلمت وهي تقول، ما جيت تشوف ولدك، جيت باش تريح ضميرك. أنا ما بغيت نسمع والو، ما بغيت نعرف والو. هذا الراجل ما نقدرش حتى نقول عليه بابا. اليوم نعيش كما حبيت، خدمت ووليت نعاون الناس، عرفت باللي الماضي ماشي حكم إعدام، وباللي الإنسان هو اللي يصنع طريقه. وفي مرة كنت جالس في القهوة، جاء عندي راجل كبير في السن، قعد جنبي وقال لي، سمير، والله يا وليدي راك راجل، وراك على قد المسؤولية، الله يبارك، كمل في هذا الطريق. هذه الجملة كانت تكفيني،
كانت تثبت لي باللي قيمتي في روحي، ماشي في الأصل ولا في الأقاويل. أنا سمير، ماهيش الغلطة ديالي أني كنت نتيجة لنزوة عابرة وخلقت في الدنيا بدون أب، بصح حياتي هي مسؤوليتي، والحمد لله راني نبنيها كما نحب. وهذه هي حكايتي.